الأهلي بيتعادل مع المصري البورسعيدي 0-0. أمين عمر كعادته بيحسب لهم ركلة جزاء في الوقت بدل الضايع. يقوم يخش لها مين؟ زيزو. قول لي عمل لك ايه زيزو اللي انت شاريه. قول لي عمل لك ايه زيزو اللي انت شاريه. قول لي وانت دافع فيه. طب قول لي عمل لك ايه شرقي اللي انت شاريه. قول لي من الاتنين والله خدوا مني فلوسي. كل ده كان فين؟ قولي عمل لك ايه زيزو اللي انت شاريه. قولي عمل لك ايه زيزو اللي انت شاريه. قولي. امين عمر يحسب له ركلة جزاء في الوقت بدل الضايع. متعودة دايما يدخل مين؟ زيزو. ليه؟ عشان يا باشا دي صفقات كيد النسا. الكيد النسا ده اعظم حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها. الحاجة اللي ربنا خلقها وعظمها. قال في قرآنه الكريم ان كيدهن عظيم. جايبين صفقة اسمها صفقة كيد النسا، فيدخل زيزو. ليه؟ عشان يقول لك شوف زيزو اللي انا دافع فيه 500 مليون. رفاعة الدسوقي الاسطورة جاب لك زيزو عشان يسجل لك اهم ركلة جزاء، وجبنا لك ال3 نقط بتوع المصري. عرفت الفلوس اتدفعت في زيزو لها قيمتها. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقوم زيزو اللي كانوا بيقولوا عليه ده ما بيعرفش يجيب اجوان غير من ركلات الجزاء، يضيع ركلة الجزاء علشان تبدأ رياح الغضب تهب على صفقة أحمد سيد زيزو. صفقة أحمد سيد زيزو اللي هي صفقة كيد النسا، هدية كل زملكاوي ليك يا خطيب. زيزو هدية الزملكاوية ليك يا خطيب. شربت دفعت 500 مليون جنيه، كنت عايزه يشوط ركلة الجزاء عشان يقهر الزملكاوية قبل السوبر، عشان يدمر نفسية الزملكاوية قبل السوبر. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو العدل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني. السهم اترد ليك في صدرك انت، واصبحت حالة الغضب والاحتقان عند جماهير الاهلي. لعيبة الاهلي رايحة السوبر وهي مكسورة وهي مقهورة وبتغني قول لي عمل لك ايه زيزو اللي انت شاريه. طب قول لي عمل لك ايه شرقي اللي انت شاريه. كل ده كان فين؟ والله خدوا مني فلوسي. مليار مبروك لنادي الزمالك، فوزوا على طلائع الجيش 3-1 في اول لقاء لأحمد عبد الرؤوف. جماهير الزملكاويه بتقول لك مسا مسا يا رؤوف.